عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا الدكتور عدنان الصالحي. فيه نصيحة للجميع واللي خصوصا يعانوا من السكر، أمراض مزمنة وخصوصا مرض السكري. سيفيدكم إن شاء الله سبحانه وتعالى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجره وأن تعم هذه الفائدة للجميع. دكتور، ما هي نصيحتك اليوم إن شاء الله؟ النصيحة إخواني هي حركة، وأخواتي إخواني وأخواتي، هي حركة بسيطة يقوم بها الإنسان، موجودة في أسفل في الساق، هنا. موجودة في الساق. هذه الساق من هاي الجهة اسمها عضلة الكعب أو الكاحل، موجودة هنا وهنا وفي الساقين وهنا وهنا. هذه العضلة إذا تم تحريكها لمدة من الوقت جربت، يعني هذا أحدث اكتشاف علمي في جامعة هيوستن في تكساس، ونشروه وكل العالم مخبوطة فيه، يعني تتحدث عنه، ممكن تجدوا فيديوهات، ممكن يعني الناس يتحدثوا عنه. هذه العضلة إذا تم تحريك الساق أثناء الجلوس بهذا الشكل، هذه العضلة بتنزل كمية السكر اللي موجودة في جسم الإنسان بنسبة 50 إلى 60% بعد وجبة ثقيلة، ربما تكون بعد وجبة ثقيلة، يعني ما بتخزن السكر في الجسم الإنسان، وبتمنع السمنة بإذن الله، أو بتخفف حتى كمان من السمنة. وأيضا لما ينزل كمية السكر في جسم الإنسان خلايا جسم الإنسان ترسل رسالة إلى الكبد إنه ما تفرز زيادة من الأنسولين، يعني بتنقص كمان الأنسولين أو بتحد من فائدته، من إفرازه في الجسم. وهذه الحركة جربوها في البحث من 15 إلى 20 دقيقة يوميا، يعني لمدة 10 دقائق إلى 15 دقيقة. لكن ميزة هذه الحركة أنها لا ترهق جسم الإنسان، وهي العضلة الوحيدة في جسم الإنسان سبحان الله التي تأخذ غذائها من السكر الموجود في الدم، ولا تأخذه من الطاقة المخزونة في داخلها. جعلنا الله وإياكم من المستفيدين من هذا العلم. كم الفترة الزمنية التي لابد أن يكون هذا التمرين؟ هذا التمرين كما قلنا يعني حوالي على الأقل 15 دقيقة. 15 دقيقة في النهار. قبل الجلوس، قبل أن يجلس؟ لا، يعني وأنا جالس هكذا، وده ممكن أكون ماسك القرآن وأنا بقرأ القرآن، ممكن أتحدث. لازم أن يكون جالس؟ ممكن يكون جالس وممكن يكون واقف، لكن الأفضل الجالس، لأن الجلوس لأنه عشان ما يرهق أي الظهر. الجلوس الأفضل، إلا إذا القادر على الوقوف يقف، بس الأفضل هم جربوه على الجالسين، وأفضل من المشي وأفضل من الركض وأفضل من أي شيء آخر لتنزيل السكر في جسم الإنسان. سبحان الله، ولله في خلقه شؤون. جزاك الله خير، إن شاء الله الفائدة للجميع، صلى الله أن يكتب أجرنا وأجركم.